ومعاكم الكابتن عزوز منجي. فيديو جديد في يوم الأحد 11 رمضان. جماعة رجاء خاص اشتركوا واعملوا شير للقناة، وبجد عايز الفيديو ده والله يوصل للمليون. فيديو مهم جدا جدا والله، مش هزار. عايز الكل يتفاعل ويعمل لايكات ويعملوا تفعيل الجرس، لأن تفعيل الجرس اللي بيعمله عندي بيوصلك كل فيديوهات جديدة اللي بنزلها. خلينا في المهم يا جماعة. أي حد بيعمل رياضة لمدة ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين في رمضان وأنت صايم، أو أنت صايم أو أنت مش صايم، اللي بيعمل رياضة في رمضان يعني إيه، بتعمل مجهود عالي في رمضان وحسيت بتعب وجات لك تعب شديد في رمضان، أنا بنصحك بقول لك كده غلط يا حبيبي، كده غلط. لأن أنا ككابتن عزوز أنا كنت بعمل رياضة في رمضان، كنت بتمرن كده ساعة ساعة ونص، لقيت نفسي مش قادر يعني. اللي بيعمل رياضة في رمضان، أنا عملت فيديو المرة اللي فاتت يا جماعة، أي حد هتمرن في رمضان رياضة تكون خفيفة في رمضان، سواء كمال أجسام أو رياضة اللي بتحرق الدهون أو تمارين اللياقة، اتمرنوا خفيف. محدش يعمل مجهود جامد، حتى لو انت بتاخد بروتينات، حتى لو احنا بنشرب، حتى لو انا بشرب اسبريسو او بشرب حاجات فيها طاقه، في رمضان بالذات لازم نتمرن على الخفيف. يعني مثلا المشي، انا مثلا في الايام العاديه كنت بمشي ساعه ونص، لا في رمضان امشي مثلا ربع ساعه، نص ساعه، اقلل. لان في رمضان الصيام فيه 14 ساعه، بتكون تعبان وجسمك ما خدش على الاكل ولا على حاجه. فمهم جدا يعني طول رمضان اتمرن، بس ايه، على الخفيف. يعني اللي بيشيل اوزان 100 كيلو في كمال اجسام، لا العب على الخفيف. التدخين في رمضان صعب صعب، خلي تدخين بعد رمضان، ده الافضل. انا ككابتن عزوز كنت بتمرن وعارف الكلام ده كويس، فدي نصيحه. واعملوا سير عشان اللي مش عارف يعرف. خلي تمرينك خفيف في رمضان، عشان المجهود العالي في رمضان هيخليك مش هتقدر اساسا تكمل التمرين خالص، يجيلك دوخة. وشكرا لكم.